يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكم سكر، مساكم عسل. من فضلكم فعلوا الجرس، عايزه اشتراك وعايزه تعليقات. نسمع مشكلة النهارده، بس انا عايزه اقول حاجه قبل المشكله. يا جماعه، ليه الواحده ما تتأرمل ومحتاجه الجواز؟ ليه الاولاد بيزعلوا؟ وليه المجتمع بيبص لها بصه مش كويسه وبتبقى منبوذه في المجتمع؟ على فكره دي نقطه عايزين نتكلم فيها، علشان الخيانه والزنا والعلاقات الغلط ما تحصلش. يا ريت بجد. يعني بالاحظ الواحدة لما تكون أرملة وفي سن صغير وبتروح تتجوز، بتبقى على لسان الكل ده راحت تتجوز، يعني هي راحت عملت حاجة غلط؟ ده في مثل بيقول: ايش عملت الحرة قالت اتجوزت. مش أحسن من الغلط والحرام؟ صح ولا أنا غلطانة؟ طب انت بتقولي كده ليه صفا؟ نسمع مشكلة النهاردة. واحدة بتقول: أنا اتأرملت وأنا عندي 35 سنة، قعدت 15 سنة قافلة عليا وعلى ولادي وأنا جميلة الجميلات. جوزي مات وأنا في عز شبابي، وكنت محتاجة للجواز وللراجل، بس أنا ست محترمة مانيش بتاعت غلط. ربيت ولادي، أنا مخلفة ولدين، ربيتهم وعلمتهم أحسن تعليم وجوزتهم، والوقت كل واحد في بيته مع مراته ومع ولاده. يعني فين وفين لما بشوفهم. الوقت أنا عندي وقت فراغ كبير جدا جدا جدا، لدرجة إن أنا يعني بعد ما باخلّص عبادتي الصلاة والقرآن وكُلّه، بيشغلني الوقت هو النت. فللأسف دخلت على جروبات واتعرّفت على واحد، لقيته بيتكلّم معايا: مساء الخير. قُمت ردّيت وقُلت: مساء النور، إزاي حضرتِك، عاملة إيه؟ فأنا الكلام أخَد كلام وردّيت على كل كلمة بيقولها، ردّيت عليه، ردّيت عليه، لغاية ما أصبح ما بيننا صداقة. وبدأ يحكي لي مشاكله، بيقول: أنا عندي 50 سنة ومراتي عندها القلب والسكر والضغط، وما عادتش بتعرف تكون معايا العلاقة الزوجية، وكل لمّا آجي جنبها تقول لي: خلاص أنا ما عُدتش قادرة على الموضوع ده، وكمان إحنا كبرنا وجوّزنا ولادنا والكلام ده كله. يا جماعة، العلاقة الزوجية ما لهاش دعوة بالسِن. أي ست بتفكّر إن هي عندها 50 سنة أو راجل عنده 50 سنة خلاص ما عادلهمش في العلاقة الزوجية. والله يا جماعة ده قدرات، في اللي بيقدر يتحمّل ويعيش من غير الزواج، وفي اللي ما يقدرش. فهذا الرجل مش بتاع حرام ومش بتاع زنا، وعاوز يتجوّز عشان يعيش في الحلال، بس عاوز يتجوّز من غير ما يعرّف مراته، علشان عندها القلب والزعل عليها ممكن يقضي عليها. ونفس الست عايزة ونيس، عايزة أنيس، عايزة تتكلّم مع حد، وفي نفس الوقت هي الست اللي باعتة المشكلة بتقول: أنا ساعات أحس إن أنا عايزة راجل أتكلّم معاه، عايزة علاقة زوجية أعملها في الحرام، إن هو أشرف وإن هو أنضف. الحرام والّا الحلال؟ طبعًا الحلال. طيب أنا ولادي ما عادوش بييجوا لي إلا فين وفين علشان أشوفهم، كل واحد دلوقتي ملبوخ مع مراته وولاده. أنا يا جماعة بدأت أكلّم نفسي، الوحدة قتلتني، أنا عايزة أملي فراغي. أنا باخد معاش جوزي وعِشت منّه، وأخدت ورث من أهلي، والورث دوًّا أنا حاطاه في البنك علشان آخد منّه يعني فوايد، يعني أساعد جنب المعاش. المعاش بيعمل إيه؟ جوّزت ولادي والمعاش بقى لفرد واحد، بس مستورة والحمد لله. أنا كل زعلي إن أنا عايزة حد يشاركني حياتي، وسبحان الله ربنا بعت لي الراجل ده زي ما يكون رسالة من الله إن إحنا نتجوّز. هو طلب منّي، قُلت له: ما أقدرش أتجوّز عشان كمان ولادي شباب، وطبعًا هيبقوا مُحرَجين إن أمهم اتجوّزت، والمجتمع ممكن يعني يبُص لهم بصّة مش كويسة. فهو قعد يقنعني وقال لي: ليه، هو إحنا بنعمل حاجة حرام؟ مش أحسن من الحرام؟ أنتِ واحدة عندِك 50 سَنة وأنا عندي 50 سَنة، أنا محتاج للجواز ومراتي مش قادرة تدّيني حقوقي، وأنتِ سِت جوزِك مات وفي مكان أحسن، والحي أبقى من الميت، يجرى إيه لمّا نتجوّز؟ قُلت له: لو أنا اتجوّزت ولادي هيزعلوا وفي نفس الوقت المعاش هيروح. قال لي: خلاص نتجوّز عُرفي في السر.
بس قبل اي حاجه عرفي ولادك، لو هم وافقوا يبقى نتجوز على سنه الله ورسوله، بس في السر ما اقولش لمراتي. فانا قاعده مع اولادي مره، فحصل مشكله بيني وبينهم، بقول لهم انتوا فين وفين لما بتجولي، فين وفين لما بشوفكم. خلاص يعني أنا ضحّيت بشبابي وضحّيت بحاجات كتير عشان أربّيكم، وفي الآخر فين وفين لمّا تجوا لي، حاسة إن كل ابن ما لوش غير مراته وولاده. يا ماما إحنا ورانا مسؤوليات وأنتِ عارفة دي سُنّة الحياة والكلام ده كلّه. قُلت لهم والله أمّا جيتوا تودّوني والله لأعاندكم وأتجوّز، وتيجوا تتفاجئوا إن أنا متجوّزة وراجل قاعد معايا، أتكلّم معاه ويونسني ويملى عليَّ حياتي. أنا باجِس نبضهم، لقيتهم اتحوّلوا وقالوا لي: "والله لو تعمليها لا يهمنا ولا نعرفِك، ولا عمرنا نخُش البيت ده، أنتِ عايزة تفضحينا، أنتِ عايزة تجيبي لنا العار." يا جماعة هو الجواز عار؟ هو الجواز فضيحة؟ أنا أعرف إن الفضيحة والعار لمّا الواحدة تعمل حاجة وِحشة، لمّا الواحدة تمشي في الحرام سوى راجل سوى سِت، هو ده بعينه الحرام أو العار، لكن أنا أعرف إن الجواز مش عيب ولا حرام. طبعًا ساعة ما قالوا لي كده أنا يعني اترعبت وسكُتّ وعرفت بقى جسّيت نبضهم. المهم حكيت له قُلت له: "اسكت ده حصل كذا، كذا." وقعدت أقول لهم: "أنتم مش بتقولوا ليه والله العظيم أعملها وأتجوّز وتيجوا تتفاجئوا إن معايا راجل." على اللي عملوه فيّا، زعقوا لي وقالوا لي: "والله لو عملتيها ما عُدتِ تعرفينا ولا الكلام ده." قال لي: "بُصّي، أنتِ هتتجوّزي يعني هتتجوّزي وهُم حتى لو قاطعوكِ هيقاطعوكِ شوية وبعد كده هييجوا لِك، أنتِ ما بتعمليش حاجة غلط. أنتِ فين عنوانِك؟ هو عمره ما شافني لا وشّي ولا عمري شُفت وشه، كل اللي بيننا كلام ومحادثات ومكالمات في التليفون." قُلت له: "أنا ساكنة في المكان الفلاني." لقيته يا جماعة بعد ساعة جايب لي محامي ومحضّر ورقتين عُرفي علشان نتجوّز. عارفة اللي ساعة ما شُفته كإني أعرفه بقى لي 20 سَنة. ما عرفتش أتكلّم ولا أقول له لأ، حاولت طبعًا قُلت له: "لأ ما ينفعش والكلام ده." المحامي قال لي كلمتين وقال لي: "أنتِ ما بتعمليش حاجة غلط وحرام عليكِ إن أنتِ تبقى عايشة وقاعدة لوحدِك وأنتِ مش بتعملي حاجة غلط." وفعلًا كتبنا كلام عُرفي إن أنا مثبوت إن أنا مراته وهو جوزي وأخد ورقة وأنا معايا ورقة. طبعًا ما حدّش يعرف لا مراته تعرف ولا ولادي. وأخد المحامي ونزل وما حصلش بيني وبينه أي علاقة ولا أي زواج. بدأنا نتكلّم في التليفون قال لي: "لازم نحدد يوم." قُلت له: "أولًا مش هينفع في بيتي، علشان لو في بيتي ممكن حد يعرف." قال لي: "طبعًا ومش هينفع في بيتي لإن مراتي هتعرف." طيب أنا سيبي لي الموضوع ده. بعد يومين لقيته قال لي: "أنا أجّرت شقة وجِبت فيها أوضة نوم ورُكنة وركّبت شاشة وجِبت حاجات ضرورية في المطبخ ولازم يوميًا نشوف بعض." قُلت له: "تمام." ورُحت له يا جماعة واتجوّزنا وعايشة أسعد أيام حياتي. بس في نفس الوقت عايشة في رعب وفي فزع علشان أولادي. يوم ما هيعرفوا يوم ما هيقاطعوني وما عادوش يعرفوني. فحسّيت بالحياة، حسّيت قد إيه الونس حلو، حسّيت قد إيه لمّا يكون واحدة عندها راجل بيخاف عليها وبيسأل عليها. أنا مرّة تعبت وقُلت لولادي أنا تعبانة، تعالوا لي بسرعة، ما حدّش سأل فيّا، عشان ييجوا لي قعدوا يومين عشان ييجوا لي، أصل إحنا كُنّا مشغولين. يعني أموت؟ ده أنا متهيأ لي لو أنا مُتّ مش هيعرفوا إن أنا مُتّ إلا بعد فترة. فمن معاملتهم وقسوتهم عليّا أنا وافقت واتجوّزتهم. المهم ففي مرّة لقيته اشتاق لي أوي ولقيت حد بيخبّط عليّا. فأنا باقول مين؟ قال لي هو رَن عليّا في الموبايل وقال لي: "أنا جوزِك افتحي لي." قُلت له: "يا نهار أبيض!" قال لي: "أنا لابس عباية كإني سِت منقّبة، يعني لو حد شافني مش هيقول إن أنا راجل، هيقول إن أنا سِت." فتحت له، ما تتصوّروش يا جماعة، قعدت فترة كنت تعبانة جدًا
ما رحتلوش. كان زي المجنون عاوز يشوفني بأي وضع، وأنا كمان عايزة أشوفه بس مش قادرة أروح له، وكمان خايفة يجي لحسن يلاقي ولادي أو حد يشوفه. فالوقت هو بيجي لي وهو لابس عباية ومنقب، وكل شوية يجي لي البيت، ولما بقدر ما بكونش تعبانة بروح له الشقة بتاعتنا اللي جايبها. فلقيت واحدة جارتي بتقول لي أنا باشوفِك كل شوية واحدة تيجي لِك منقّبة. قُلت لها: "آه، ده قريبتي، ده بتيجي تقعد معايا علشان أنا يعني بابقى عندي وقت فراغ." يعني قالت لي: "خلاص والله وأنا كمان زيِّك وساعات تيجي تقعد معايا." طبعًا لمّا قالت لي كده بدأت أخاف ومش عارفة أتصرّف إزاي. قُلت لا يكونش فهمِت، لا يكونش عرفِت إن ده راجل، بس هي شكلها بتتكلم بجد يعني. فحكيت له قُلت له، قال لي: "أي حد في الدنيا يشوفني مش هيقول إن أنا راجل، أنا بابقى اللي يشوفني يقول أنا سِت، ما تقلقيش من أي حاجة." المهم يا جماعة مرّة جالي وإحنا في عِز السعادة والهنا، وما تتصوّروش أنا باحبه إزاي، ما تتصوّروش هو بيحبني إزاي، ما تتصوّروش غيّر حياتي إزاي. أنا دخلت على مرحلة اكتئاب ونفسيات، بدأت أروح لدكتور نفسي، بيقول لي: "لازم جديد في حياتِك." وفعلًا هو ده الجديد اللي نشلني من الاكتئاب والحزن والتعب النفسي. فكان بييجي لي ولادي لهم مواعيد، كانوا بييجوا لي الجمعة أو ييجوا لي الخميس علشان صباح أجازة. ففي اللحظة ديًّا لقيت وهو معايا لقيت حد بيخبط عليَّ، فبابُص من العين السحرية لقيته ابني. ما تتصوّروش يا جماعة أنا جرى لي إيه، أنا كان قلبي هيُقف، حتى هو بقيت أقول له مش عارفة أتصرّف إزاي. المهم قال لي: "ما تقلقيش." وقُمت يا جماعة يعني أنا باتكلّم معاكم وأنا مُحرَجة، هو وقف في الدولاب واستخبى، بس أنا فتحت لابني وأنا مرتبكة ومفزوعة. لقيت ابني بيقول لي: "مالِك يا ماما؟" قُلت له: "ما فيش يا حبيبي، أصل أنا مش متعوّدة حد يخبّط عليّا، أنت بتيجوا لي خميس وجمعة." قال لي: "والله أنا كنت في مشوار جنب منِّك وقُلت أمّا أفوت عليكِ، أنتِ كل شوية بقى زعلانة مننا إن إحنا مش بنيجي لِك." والكلام ده كله. وحتى قُلت لمراتي: "ابقي تعالي، أنا هاروح لأمي تعالي نقضّي اليوم مع بعض." قالت لي: "ده أنا عاملة والله محشي، أنا هاجيب المحشي وهاجي ونقضّي اليوم مع بعض." ده حتى هي زمانها جاية في السكة هي والأولاد. قُلت له: "يا حبيبي تنوّر، أهلًا وسهلًا." وقعدوا يا جماعة أنا قُلت خلاص ده هو مات، اتخنق في الدولاب. لو قعد 100 سنة طبعًا مش هيقدر إن هو يظهر ويبان. طبعًا هُم متعودين يقعدوا في الصالة، أو الشاشة بتاعتي في الصالة وفي وشاشة في الأوضة بتاعتي في أوضة النوم. طبعًا أنا كنت مرتبكة جدًا لأحسن كنت خايفة عليه. قُمت قافلة باب الأوضة وقُمت إيه، يعني ساكاه من غير ما يضرم، بس على أساس بس يخرج يتنفّس، يعني بلاش إن هو يبقى في الدولاب يتنفّس. وكان يوم عصيب يا جماعة في اليوم ده، ما كنتش عارفة أعمل إيه. قعدوا معايا اتغدينا وعملنا شاي، والولد الحمد لله والشكر لله كان عنده ولد وراه درس، فنزلت مراته علشان تودّي الولد، فقال لها: "أنا نازل مصلحتي، هترجعي على ماما والّا هترجعي فين؟" قالت له: "لأ خلاص بقى إحنا كده دوّشناها هارجع على البيت." وسابت لي بقية الأكل ونزلوا. بعد ما نزلوا قفلت على نفسي وقعدت اتأكدت إن هُم نزلوا وبصّيت عليهم حتى من البلكونة وقعدت أقول لهم مع السلامة، ونزلوا يا جماعة ومشوا. وبعد ما مشوا دخلت الأوضة بسرعة وفتحت لقيته قاعد، خرج من الدولاب وقاعد على السرير كان نَفَسه هيروح وقال لي: "أنا ما كنتش عارف أعمل إيه، ولو أنا كنت باموت كنت مُت وما إنّيش إن أنا أحُطِّك في الموقف المُحرج ده." بس أنا عايزة أقول لِك حاجة، ليه عاملين في نَفْسنا كده؟ إحنا مش بنسرق، أنتِ مراتي وأنا جوزِك. قُلت له: "طَب أنت ليه مخبّي على مراتك؟" قال لي: "عشان ظروف مرضها، أنا خايفة أقول لها تتصدم تموت يبقى ذنبها في رقبتي، لكن أنتِ ليه ما" قُلت له: "طَب أنا لو قُلت لولادي
طب ما هو مراتك هتعرف. قال لي طب ابدأي انت. قلت له مش قادرة، مش قادرة اواجههم. قال لي طب احنا هنفضل مع بعض كده ازاي؟ ما احنا مسيرنا الامور تتكشف. قلت له سيب الامور تمشي لغاية ما تتكشف، وبعد كده هنقول ايه الحقائق. طبعا يا جماعة عقد العرف معايا وفي شهود كمان، يعني كل البند يعني مظبوط، مش جواز يعني مش صح، لا جواز صح الصح وانا مقتنعة بيه. وقعد معايا شوية ونزل، واحنا مع بعض لغاية دلوقتي، ساعات اروح الشقة وساعات يجيلي، وانا مانيش عارفة حكايتنا دي هتنتهي على ايه، وهل احنا هيكشف امورنا ولا احنا ماشيين مع القدر والظروف. يوم ما هيكشف قلوبنا امورنا هنقول وهنحكي. فيا ريت تسمعوا حكايتي وتقولوا لي الحل ايه. اقول لاولادي ولا استمر لغايه ما الامور تتكشف؟ والله يعني يا جماعه المشكله لما جت لي فعلا انا قعدت اقول لنفسي يعني احنا في زمن الحريه. والله كل واحد حر في تصرفاته، طالما الحريه لا تضر، خلاص. انت جوزت ولادك وكل واحد في بيته مع مراته وولاده، انت ليه خايفه كده وليه تعملي كده في نفسك؟ انا مش عارفه. انا هرد عليك واقول لك قولي لاولادك، واللي يحصل يحصل. زعلانين يزعلوا، هيزعلوا شويه ويجولك. ويا ريت يا ريت يبقى الجواز في النور. الجواز اشهار يا جماعه، الجواز اشهار. انت بتقولي انت اخده ورث كبير وهو راجل مقتدر جدا، هي بتقول راجل مقتدر جدا وكان عاوز يتجوزني على سنة الله ورسوله، بس انا اللي رفضت عشان المعاش. لا، انت كده كل حياتك غلط في غلط، انت ما بتعمليش حاجة حرام، بس نصيحة مني ان انت تتجوزي على سنة الله ورسوله، وفي نفس الوقت تعلني جوازك الجواز اشهار، وفي نفس الوقت تقولي لولادك بلاش مراته، سيب الظروف تعرفها، لكن ولادك لازم يعرفوا لأي ظروف علشان تبقي موقفك كويس ويبقى شكلك مش وحش قدام الأولاد. وهقول لكم يا جماعة، هو ده مجتمعنا اللي بيرفض ان الأرملة تتجوز، والأولاد كمان بيرفضوا ان الأم تتجوز. الأم ما بتعملش حاجة حرام، الحرام والعيب ان هي تعمل الغلط وتعمل الحرام. ده رأيي، يا ريت انتوا تسمعوا المشكلة وتردوا. وعايزة اقرا التعليقات علشان كمان هي تقرا التعليقات، هل انا غلطانة في كلامي وفي تعليقاتي؟ اشوف تعليقاتكم واقول لكم اشوفكم على خير في مشاكل اخرى ان شاء الله. سلام.